الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أتم الله به الرسالة، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، هذا مجلس جديد متجدد معكم من مجالس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا قد توقفنا معكم في آخر مجلس مع ذلك الحوار الرهيب والموقف العصيب الذي وقفه مهاجرو الحبشة، يعني الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة من الأوائل فرارا بدينهم من بطش وطغيان وظلم قريش. وكنا قد رأينا أيضا كيف سعت قريش بكل ما تملك من قوة ومن تجربة في الحياة السياسية آنذاك أن ترد أولئك المهاجرين. المهم، فرأينا لما وقفوا ودخلوا إلى أرض الحبشة عند ملكها النجاشي كيف بعثت قريش عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص إلى النجاشي لتخبره أن هؤلاء الجماعة الذين جاءوا إلى بلدك ما هم إلا فتية متمردون تمردوا على أعراف قومهم وغيروا دينهم، ولم يدخلوا لا في دين قريش ولا في دينك أيها الملك، وأرادوا أن يوغروا صدره. زد فوق ذلك جاءوا بالهدايا له ولقساوسته. لكنه كان رجلا حكيما، قال: لن أسلم لكم هؤلاء الرجال حتى أسمع منهم. فلما سمع منهم وكانوا قد تعاهدوا أنهم لا يقولون إلا صدقا ولا يقولون إلا ما علمهم إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان خطيب الصحابة هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جعفر. فقال له: أيها الملك، إننا كنا قوما أهل جاهلية، يأكل الضعيف منا القوي، يأكل القوي منا الضعيف، كنا نقطع الأرحام ونسيء الجوار ونظلم الأيتام، وذكر له، ونخون الأمانة، وذكروا له أشياء. قال: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه ووفاءه، فدعانا إلى عبادة الله وأمرنا بأداء الأمانة وصدق الحديث وعفاف المطعم وحسن الجوار، وجعل يعدد له مكارم الإسلام. فأقنعه وقال النجاشي هناك: لن أسلم لكم هؤلاء الرجال. احنا توقفنا هنا. حين قرر عمرو بن العاص وكان لا يزال على الشرك، قال لصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة، قال: غدا لأخبره بأمر يمزق أفئدته. فقال عبد الله ابن أبي ربيعة وكان عاقلا، قال: لا تفعل يا عمرو، رغم كل شيء إنهم أبناء أعمامنا وبيننا وبينهم مراحم والناس سبعة خوتنا وابن ولد عمنا، ما تقولوش. قال: لأخبرنه بما يقولون في عيسى بن مريم وما يقول هذا الدين في عيسى بن مريم. فما كان من عمرو إلا أن جاء إلى النجاشي وقال أن عمرو بن العاص قال للنجاشي، قال له: يا أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. عيسى ابن مريم عند النصارى. فقال النجاشي: وما يقولون؟ فقال له: يقولون إنه عبد من عباد الله. النصارى يعتقد أنه، فما كان منه إلا أن دعاه أو دعاه النجاشي. تقول أم سلمة هي راوية، قالت: والله ما أصبنا بهم وغم أعظم من دعائه الثاني، كي عود دعانا مرة ثانية وعرفوا على المجد دعاهم لكي يسألهم عن عيسى عليه السلام. خاطشوا في اليوم الأول قرأوا عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وبكت بطارقته، أثر فيهم. لكن الآن الكلام ما راح يكون على مريم، راح يكون على عيسى عليه السلام. فتشاوروا بينهم فقالوا: والله ما ينجينا إلا الصدق، سنقول فيه
ما قال فيه ربنا في كتابه الكريم وما علمنا إياه رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. قولوا الحق، قولوا الصدق، حق حق، ويكون ما يكون، يكون وش يكون. فأرسل إليهم، بعث لهم. قالت يعني أم سلمة: ولم ينزل بنا مثلها، يعني هم أكثر من هذيك يعود ندامة. واجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألتكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام كائن ما. فلما دخلوا عليه النجاشي قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر ابن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. عيسى عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. هذه عقيدة المسلمين. قال غير قالوا هذا الكلام، غير قالوا هذه الكلمة. قال: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، مصاب عودا، فأخذ منها عودا ثم قال، احكم هذاك العود هذا: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. يعني والله لم يتعدى عيسى ابن مريم مثل هذا العود مثل ما قلتم. يعني وش قلتم؟ هذاك هو اللي كان يقول عيسى ابن مريم: أنا عبد الله ورسوله. ما وافقها. هذا قال: فتناخرت بطارقته. البطارقة تناخرت يعني صرخوا: عيسى عبد. فتناخرت بطارقته حوله. فقال لهم النجاشي: والله وإن نخرتم، حتى لو كان عيطتوا. شوف إنسان يكون عنده مواقف، عنده شخصية، حتى لو كان أقرب الناس إليه قد كان يقول كلمة الحق، يقول لك بلد هادو يروحوا ما يتفقوش معاه، معليش، بما أنه حق بشرط أني نعتقد حق. لم يخف في الله لومة، ما خافش يخسر البطارقة تاعو، ما خافش يخسر العرش تاعو. كان يعتقد. من هذا استنبط بعض أهل العلم قالوا أن النجاشية كان على الدين الصحيح للنصارى، كان يعتقد في عيسى أنه رسول ونبي، ولم يكن يعتقد فيه أنه إله، لكن كان يخفي عنهم هذا الأمر. فلما علم أن نبي آخر الزمن جاء بهذا الاعتقاد فرح ولتم بين حقيقته. فلما تناخرت بطارقته صرخوا: قال: والله وإن تناخرتم هو عبد الله ورسوله. قال: والله. بعد قال، شوف جاء قال: اذهبوا لجعفر الصحابة، قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضه. والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة، يعني أنتم آمنون في أرضه. من سبكم غارم، من سبكم غارم، من سبكم غارم، يعني من يتعرض إليكم يغرم، يدفع الثمن. أنتم آمنون في أرضي. ثم قال: والله ما أحب أن لي بهم دبرا من ذهب، جبلا من ذهب، على أن أسلمكم هؤلاء الرجال. جبل من ذهب ما نعطيهم لكم شيء. يقصد الصحابة، وكان عادلا رحمه الله ورضي الله عنه، لأنه أسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائبة، صلى عليه صلاة الغائب. المهم بعدوش قال لهم: ردوا عليهم هداياهم. فاق على جابوا له الهدايا، ومعلول عن باله مجرد هدايا. ثم بعد ذلك تبين له أنهم كانوا يريدون رشوته، فقال: ردوا عليهم هداياهم. والله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. نهار رديت الملك ما دفعتش رشوة. أفأقبل الرشوة الآن في دين الله؟ ردوا عليهم هداياهم جميعا، ردوا لهم كامل الهدايا. ثم قال: فخرجوا من عنده، يعني فخرج من عنده عمرو بن العاص مع عبد الله بن أبي ربيعة مقبوحين مردودين مذلولين. تقول أم سلمة: وأقمنا عند النجاشي في خير دار مع خير جار. جوزنا أيام ما شاء الله نعبد الله عز وجل حتى يأذن الله عز وجل لنا بالرجوع إلى مكة. صح. تقول أم سلمة: فوالله قضينا أياما عنده، يعني الكلمة، وإذ ينزل بالنجاشي شيء. خرج رجل يريد أن ينازعه ملكه. خرج واحد حب يديله الملك للنجاشي. سبحان الله، شو من يتقي الله يجعل له مخرجا. النجاشي هذاك الموقف الذي وقفه خير من الدنيا وما فيها. يضيعوا ربي في الشدة، ما يضيعوش. تقول أم سلمة: فخرج رجل يريد أن ينازعه الملك، حب ينحلوا الملك تاعه.
قالت فنزل من الهم ما نزل، لأننا كنا نعلم لو أنه ذهب ملكه لا نعيش مثل ما نعيش الآن، خلاص ربما نعود نخرج من الحبشة. المهم قالت وسار النجاشي للقتال، قتال الجيش آخر الذي أراد أن ينازعه الملك، وبينهما عرض النيل، كان بيناتهم النيل الوادي النهر. فقال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من يخرج حتى يحضر الواقعة؟ شو واحد يروح يجيب لنا الأخبار، يشوف واش صرا ويجيب لنا الأخبار، هما قعدوا في الحبشة، من يخرج ويأتينا بالأخبار؟ فقال الزبير بن العوام وهو ابن عمة رسول الله. قالت أم سلمة وهو أشب وأصغر القوم، كان صغير. قالت فنفخنا له قربة، قربة هذيك تاع الماء نفخناها له شغل بوي، وربطناه فيها وألقيناه حتى ألقاه النهر إلى الجانب الآخر. قالت فحضر المعركة وسلم الله النجاشي وظفر على ذلك الرجل، وثبت الله ملك النجاشي في أرض الحبشة. قالت الحمد لله تفوق عليه وقدر عليه ولم ينتزع ملكه، وبقاو عنده في أرض الحبشة، حتى ستأتي الأخبار إن شاء الله تعالى كيف رجعوا بعد ذلك. هذه كانت أول هجرة في الإسلام. وقلنا الهجرة الثانية للحبشة. كانت الهجرة الأولى شحال كانوا فيها؟ كانوا فيها 16 شفاو، كما ذكرنا في الدرس اللي فات كانوا 16، 12 رجلا و4 نساء. لكن وقعت حادثة قصة الغرانيق في نفس العام اللي هاجروا، وصلهم خبر مكذوب أن قريشا أسلمت فرجعوا. فلما قاربوا الوصول إلى مكة علموا أن خبر إسلام قريش خبر مكذوب، فرجعوا مرة ثانية إلى الحبشة، وهذه المرة رجعوا بأعداد أكبر من الأولى. هذه اسمها العلماء وأهل السير الهجرة الثانية إلى الحبشة. الأولى 16 والثانية يعني 83. لهذا يقول الناظم قال ورابع من النساء و12 من الرجال الصحب كل قد هاجر إلى بلاد الحبش، حبش يعني، في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، 3 هم و80 رجل ومعهم جماعة حتى كامل. الهجرة الثانية كانوا 83، الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة، بعدما تبين أن قصة الغرانيق أنها قصة مكذوبة وأن قريشا لم تسلم. هنا يا أيها الأفاضل كان اشتد الإيذاء. وزيد احنا لازم نوقفوا مع الأحداث أحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان عدد الصحابة قليل، أصلا 3 سنين هجرة سرية ومن بعد ولات جهرية، فكان يتبعه أكثرهم ضعفاء. لكن لما قوي أذى قريش النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يسلم رجال أقوياء، فأقر الله عينه بعمه حمزة أسد الله وسيد الشهداء. لكن حمزة وحده ما يكفيش يا إخوان، يكفيش، ما يواجهش قريش كلها وحده. صح أعز الله به الإسلام. هنا أيها الأفاضل جاء فتح من الله عز وجل، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول ابن مسعود كان فتحا عظيما للمسلمين. عمر ب1000 رجل أو أكثر، عمر رضي الله عنه وأرضاه، فتح الله قلبه إلى الإيمان. ورأينا قصة لما أرادوا الهجرة إلى الحبشة، فشعرت تلك الصحابية برقة، فقال لأم عبد الله رافقتكم السلامة يا أم عبد الله. فقالت لزوجها والله إني التمست من عمر بن الخطاب رقة، شو الحنانة، لم أعهدها منه من قبل. فقال لها زوجها أبو عبد الله وكأنك تطمعين أن يسلم عمر، والله لن يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، حمار الخطاب يسلم وعمر لن يسلم. ولكن شاء الله عز وجل. الآن كثرت الروايات كيف أسلم عمر. الروايات التي ذكرت في إسلام عمر أكثرها ضعيف، لكن شاع بها الخبر. من الروايات كيف أسلم عمر يذكر أهل السير أنه دخل على أخته فاطمة، على فاطمة بنت الخطاب أخته، وكان زوجها من؟ سعيد بن زيد
رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد قصته المعروفة، أبوه الذي كان موحدا في الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل، ومات وخلاه صغير. قصة ستأتي إن شاء الله نذكرها في قصة سعيد بن زيد. هو كان زوج أخته، وكانوا يخفون إسلامهم من عمر. أخت عمر على الإسلام. وكيف عمر شك في إسلامها؟ كان إذا مر يضطهد المسلمين في مكة، كيف بقدر المستضعفين يضطهدوهم. فاضطهد امرأة وأسمعها كلاما قبيحا، فقالت له: يا ابن الخطاب، تنظر إلى نساء الناس ونسيت أختك وهي على دين محمد. ثم عرف، قالت له: نسيت أختك بلي راهي على دين محمد. فخرج مغضبا وذهب إلى بيتها، راح لها للدار. هذه الرواية التي يذكرونها فيها ضعف. فدخل عليها، كانت تقرأ فيما يقول كانت مع زوجها تقرأ سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلما دخل عليها عمر أخفت تلك الصحيفة التي تحت الوسادة، فقال: أخرج الصحيفة. قالت: لا، إنك رجل كافر ولا يمس القرآن إلا طاهر. قال: أنت على دين محمد؟ قالت: أنا على دين محمد، أنا وزوجي. فضربها فأدمى وجهها، فتح لها وجهها. كي شافها هكذا غاتو، فقال: ناوليني الصحيفة أنظر إليها. قالت: لا حتى تغتسل. فاغتسل. هذه الرواية التي يذكرونها. فاغتسل عمر، ثم جاء فقرأت عليه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآية تاع سورة طه. فرق قلبه لتلك الآيات العظيمة التي سمعها، فقال لها: يا فاطمة، كيف تفعلون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ هذه الرواية الأولى عن إسلام عمر، وهي مشهورة جدا. الرواية الثانية عن إسلامه، يقال أنه كانوا العرب كانت إذا أتت الكعبة تختفي وراء أستار الكعبة. الأستار يدخلوا تحت الأستار ما يبانوش أحيانا. وهذه من السنن الآن، ألا وهو إلصاق الوجه والصدر في الملتزم. الملتزم باب الكعبة، شفت باب الكعبة قدامها، من السنة اللي يقدر يلحق يلصق وجهه وصدره يلصق ويدعو. هذا من السنة، كانت العرب تفعله. المهم كانوا يدخلون تحت الأستار ويدعون هنا. فكان عمر متخفيا بستر الكعبة، كانت كما تفعل العرب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي كعادته، فكبر قدام عمر، ما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل يقرأ سورة يقال سورة القلم، وجعل يقرأ ويحبر النبي القرآن تحبيرا، وعمر يسمع. فتأثر قلبه، فخلع الستار الكعبة وقال: يا محمد، كيف تفعلون إن أردتم الدخول في هذا الدين؟ هذه رواية ثانية في إسلام عمر. لكن أصح ما يذكر كيفاش أسلم على الصحيح هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره. لما اشتدت وطأة قريش على المسلمين، اشتدت وطأة جيدا، دعا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحتاج إلى رجال أقوياء، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، واحد فيهم يا رب اهدي واحد فيهم أقوي، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فكان عمر بن الخطاب أحب إلى الله من أبي جهل، فشرح الله صدره إلى الإسلام، فجاء إليهم وهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وأعلن إسلامه. وكان فرح عظيم جدا، ما تقدرش تصور الفرح تاع الصحابة بإسلام عمر على الإسلام. وكانت طعنة عظيمة جدا لقريش عمر على الإسلام. المهم عمر يعلن إسلامه، نخليه ابنه وكان صغيرا عبد الله ابن عمر يحكي لنا، يشفى، كان صغير بصح يشفى، يحكي لنا اللحظات والساعات الأولى لإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فلما أسلم أبي عمر
فقال خرج: أي قريش أنقلوا للحديث؟ شكون في قريش اللي كيسمع الكلام ينقلوا؟ ما كاين ناس عمرك تقول له قول له برك، قول له حبيت يسمع قول له برك وروح مهني. عمر حوس على هذا الرجل تاع قريش، قال: أي رجل من قريش هو أنقل الناس حديثا، يعني أكثرهم ينقل الحديث تسمع قريش. فقيل له جميل ابن معمر الجماحي، هذا محلي موطار هذا ما تقول له برك دوك تحط قول له دوك قول له. فقالوا له جميل ابن معمر الجماحي هذا أنقل الناس أي حاجتكم. وفي كل حومه كاين هذا برك، كاين هذيك تقول له قدا هكذا يحق لهم هكذا، ما كاين ما عمر هذا هذا ضعيف. المهم فقيل له جميل ابن معمر الجماحي، فغدا عليه، راح له عمر. قال عبد الله، يقول عبد الله: قال: وغدوت أتبع أثاره. عمر يمشي ووليد عبد الله من ورائه يتبع أثاره، وانظر ما يفعل، ونشوف شو يدير أبي، وأنا غلام أعقل كلما رأيت. قال خلاص وليت نفيق ما أعرف كل حاجة يديرها. حتى جاءه يعني عمر إلى جميل، فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت؟ سمعت باللي أنا على الإسلام يا جميل، ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: فوالله ما راجعه، ما كانش عنده الوقت يقول له صح، ما كانش عنده الوقت سيد، كيسمع هذاك الخبر خلاص حصري، خبر عاجل حصري، ما قدرش السيد نفسه كوبالو. فقال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه. ما جاو مشرف الرداء تاعو، قلع هذاك جامل بن عمرو، تقول جاتو خدمه خبر. قال: يجر رداءه واتبعه عمر شغل يحوس على البلا رضي الله عنه وارضاه. اسمع عليش اسلمت قوه خلاص اسلم، لا رايح اليوم يا اسلمت. هذا علاش قد يقول قائل وليمه؟ لان دعاء النبي عليه الصلاه والسلام كي يوقفوا معه واش قال؟ قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قالوا من العزة للإسلام هذاك يخرج عمر يقول لهم أنا على دين محمد. الآن عمر، حمزة، الصحابة في الحبشة، في اليمن، في غفار، إذا بدأت الدعوة المحمدية خلاص يعني يصعب القضاء عليها. المهم فقال: وتبعه عمر وأنا أتبعهما، وابن عمر صم وراهم، حتى إذا قام على باب المسجد الحرام. جميل وصل باب المسجد الحرام، جميل بن عمرو الجمحي، صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش. وعلى بالهم هذا كيجي يقول حاجة الله يستر. يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، جماعات حول الكعبة: ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. وصبأ يعني بدل دينه، هذا هو معناه. ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. قال يقول ابن عمر: فيقول له عمر وهو من خلفه عمر يقول له: كذبت ولكنني أسلمت. أنا لم أصبأ، أنا أسلمت. كذبت ولكنني أسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وثاروا إليه، تمناضوا قريش خلاص، خبر يعني لا يحتمل الصبر، ما تقدرش تصبر له. فما بارح يقاتل، كي شافهم جايين شهر عمر السيف، فجعل يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس، حتى الظهر تقريبا عباكم يأتون أنديتهم بعد شروق الشمس، حتى قبيل الظهر ومع. فقاموا يقاتلون حتى قامت الشمس في كبد السماء على رؤوسهم. قال: ثم طلح عمر وحده فقعد وقال: الآن افعلوا بما بدا لكم. حبيتوا كما ديروا. هنا جاء ابن العاص وقال: ويحكم أتريدون أن تقتلوا عمرا؟ إذا قتلتم عمرا ستنشب حرب بينكم وبين بني عدي. بنو عدي بطن من بطون قريش، وهي قبيلة عمر. ما راح تشعلوا حرب لا تنطفئ. عمر بن الخطاب تقتلوه. قال: فكفوا
أسيافهم عن عمر رضي الله عنه. وهذا ابن عمر ينظر كل. بعدها هنا لما أسلم عمر رضي الله عنه كي خلاص كمل خرج ناض شهر سيفه أغمده. خلاص قريش كامل سمعت أن عمر بن الخطاب على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعد وين يروح؟ وش مازال ما دارش؟ مازال ما تلاقاش بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير رحله ضرب النبي على صدره. ضرب على صدر عمر بيده حين أسلم 3 مرات. بصح سبحان الله شوف العرب والله حتى في طبيعتها كي زعما يجيك خبر هذا يفرحك مخوك ودا الاصل هكذا الله يبارك احنا يبوز يبدي نحي وجهك صح صاحبك هذه ماشي من عاداتنا حناش نسلم الله يبارك زعما تسمع به بلي نجاح ودا الله يبارك تحكموا تخبط تحب دير الصوت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم خبط له في صدره وكان حنايا الشام كاع يسلم لا والله هذاك. فالنبي عليه الصلاه والسلام امسكه فضرب له في صدره 3 مرات. يقول ابن عمر فضرب وهو يقول اللهم اخرج ما في صدر عمر بن الخطاب من غل وابدله ايمانا. نحي وش عنده من غل المسلمين وابدل مكانه ايمانا. فقال ذلك 3 مرات. واسلامه كان فتحا عظيما من اكثر الناس فرحا باسلام عمر. صح النبي عليه الصلاه والسلام كاين واحد الرجل صحابي عتيق يعني قديم من الاوائل الذين اسلموا وكان من المستضعفين بل ضربوا حتى كادوا يقتلونه في مكه. ابن مسعود يا اخوان ابن مسعود شوف قال ما فرحنا فرحا بعد الاسلام كفرحنا باسلام عمر. هو الذي كان يقول لا زلنا أذلة حتى أعزنا الله بإسلام عمر. يعني كان فتحا حتى يقول عبد الله بن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة ولقد كنا لا نصلي أمام الكعبة حتى أسلم عمر. كان وش يدير؟ يخرج عمر يجوا معه قاعد يصلوا في الكعبة. شكون يهضر؟ شكون؟ لهذا الدين هذا ينصر بالرجال يا اخوان ينصر بمواقف الرجال. والله شوف ديننا منصور بنا أو بغيرنا لأنه دين ربنا والله عز وجل هو الذي تولى حفظه. لكن هذا الذي يقرأ تاريخ العظماء في الإسلام يعرف أن الله عز وجل من أسباب نصر الله لهذا الإسلام وهذا الدين سخر له رجالا عظماء الناس تاع مواقف. الناس لما عرفوا الحق عاشوا عليه دعوا إليه وماتوا عليه. قال ما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة. قاتله حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله إلى الحبشة كما ذكرنا. لهذا يقول ابن مسعود يقول والله لقد أحببت عمر بن الخطاب في الله حبا حتى خشيت الله عز وجل أن يقول لي يوم القيامة يا ابن مسعود هذا الحب ينبغي أن يكون لله لا لعمر من شدة حبه لعمر. قال والله لو أعلم كلبا يحبه عمر لأحببته. قال لأن الله أعز بعمر الإسلام والمسلمين. وكان يقول ابن مسعود الذي بعد لما كان يدرس طلبته كان يكثر لهم من ذكر سيرة عمر بن الخطاب. وش يقول لهم؟ يقول لهم أكثروا من ذكر عمر فإذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله عز وجل. حاجة كبيرة. تاريخ عمر بن الخطاب تاريخ عظيم جدا أيها الأفاضل. المهم هكذا كان. لكن الآن قريش ما تبقاش مكتوفة الأيدي. قريش أعظم قبيلة عربية لا تبقى مكتوفة الأيدي قريش أبدا. الآن لابد من موقف حازم. فوقعت قضية الصحيفة الظالمة والمقاطعة العامة. ما هي هذه الصحيفة الظالمة والمقاطعة العامة؟ لما رأت قريش أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام يزيد ويعلو
وينتشر في الجزيرة العربية، اجتمعوا زعماء الصناديد على أن يتعاقدوا، اتفقوا على بني هاشم اللي هما قبائل النبي صلى الله عليه وسلم، على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، الثلاثة هذو هما النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد مناف ولاد عمومهم وبني عبد المطلب، هذو هما ثلاثة وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كافرهم، خاطر كانت العصبية القبلية، حتى أنهم لم يسلموا لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فتعاقدت قريش كلها على هؤلاء الثلاثة، على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، أن لا يبايعوهم، ما يبيعوا لهم، وأن لا يناكحوهم، ما يتزوجوا منهم، ما يزوجوا لهم، ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يعطوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يسموها أهل التفسير السير المقاطعة العامة مع الصحيفة الظالمة. هذه البنود اللي قلتها كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة مقاطعة العامة، وكذبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، يقال كتبها، والصحيح أنه كتبها رجل اسمه باغيض ابن عامر ابن هاشم، باغيض، وهذا الرجل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأهلكه الله، هو اللي كتبها، باغيض ابن عامر ابن هاشم هو اللي كتبت الصحيفة الظالمة، فدعا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فشلت يده، شلت يده لما دعا عليه. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، كاع وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا لهب، هذاك الكفر وافق قريشا في ذلك، وهاجر أخاه شكون عبد المطلب، أبو طالب كان مازال على قيد الحياة ومات في الشعب. الشعب الآن كي تروح لمكة تشوف الشعب أبي طالب مازالوا الشعب اللي عاشوا فيه، كي بعد ما حاصرتهم قريش جبل وفتح طاحة عاشوا 3 سنوات لما ضيقت عليهم قريش ذلك. المهم، فحبس رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه في جوف الكعبة، ثم بقوا محبوسين ومحصورين مضيقا عليهم في شعب أبي طالب، يقطع عنهم الشعير والدقيق حتى حاجة ما توصل له، جوع شديد جدا. قال نحو من 3 سنين حتى بلغ بهم الجهد، يعني الفقر والحاجة، حتى بلغ بهم الجهد، وسمع أصوات صبيانهم ببكائهم، حتى ولت باك الشعب بعيد على الحرم، ولو من مكة يسمعوا بكاء صبيانهم من الجوع من وراء الشعب. وهناك في هذوك الأيام أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي دافع لكن لم يسلم للأسف، هنا ألف قصيدته المشهورة. أبو طالب عنده قصيدة رائعة جدا من درر وعيون الشعر العربي تعرف بلامية أبي طالب، هذه اللامية تاعه ألفها كي كانوا في الشعر، ويعني ألف قلنا، ويقول فيها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، قصيدة رائعة جدا. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شرعا عاجلا غير آجل وأبيض، ومع ذلك شوف ما قالولوش على جهلك كانوا محاصرين مع أنهم لم يسلموا. شوفوا ايش كان يمدح في ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام، قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. وقال يعني هذه لاميته الشهيرة جدا، قالها ألفها أبو طالب في الشعب كي كانوا محاصرين. يقول السهيلي، هذا السهيلي عنده كتاب السيرة اسمه الروض الأنف، يقول السهيلي كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة، كانوا يجوا التجار إلى مكة خارج مكة يجوا يبيعوا في مكة، ينزلوا الصحابة من الشعب باش يشيروا على هذوك التجار. قال يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام باش ياخذوه يطلعوا لهم للشعب، فيقوم أبو لهب، يجي أبو لهب كان غنيا، فيقول يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا. قال لهم بيعوا لهم بالثمن بالسومة، غالوا يعني بيعوا لهم غالي باش ما يقدروش يشربوا، وأنايا نشري عليكم كل شيء وتعلمون أني أغنى العرب.
قالوا احسبوا لهم أضعاف الثمن بحيث لا يستطيعوا شراء الطعام، ومن بعد نجي أنا أشتريه عليكم بالثمن وأشتري كل شيء ما تخسروش، المهم لا تبيعوا لأصحاب محمد. هذا كان أبو لهب، انتقم الله عز وجل منه. وقد علمتم أن مالي يوفي كل شيء، هذا كان يقول أبو لهب. المهم فدام الحصار 3 سنين، لكن كما يقال إذا طال الظلام لابد أن يبرق نور الفجر. قام فتية من شباب قريش قالوا والله ليس من العدل والرجولة والأنفة أننا نأكل ونشرب ونتمتع وإخواننا أبناء أعمامنا يموتون جوعا في الشعاب. فقاموا فنقضوا الصحيفة، كي راحوا يقطعوها وجدوا أن الأرض قد أكلتها ولم تبق فيها إلا سبحانك اللهم إلا سبحانك اللهم. هنايا نقضت ونزل أبو طالب وكذا من الشعب. لا، أبو طالب لم ينزل، سنأتي. نزلت قريش، لكن وقع الذي وقع، ووقع ما لم يكن يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام في شدة ذلك الجوع والقهر الذي كانوا فيه قبل أن تنقذ الصحيفة. قدر الله عز وجل أن يبتلى النبي عليه الصلاة والسلام بأحب وأعز الناس إليه، بعمه وزوجته. ماتا كلاهما في شعب أبي طالب. وسمى العلماء هذا العام اللي هو العام 10 من البعثة سموه عام الحزن. مات أبو طالب فيه، وماتت عائشة خديجة رضي الله عنها، ويقال أن بينهما 3 أيام برك. الحصار، الجوع، المرض، وزيد تخسر زوج كما هادو. فكان هذا يقول الناظم: وبعد 9 من سن رسالته، يعني بعد 9 سنين دخلنا في العام 10، وبعد 9 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، بعد 3 أيام مضت. وبعد 50 وربع أسلم جنو نصيبنا وفيه عاد فعلاما. بعد المهم مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صح تأثر تأثرا كبيرا. علاش؟ ماتوا زوج كانوا له سندا. فقالت عائشة: ما كانت قريش تتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات أبو طالب. لما مات تجرأوا معه، والدليل أنهم أخرجوه من مكة. ولو بقي حيا أبو طالب ربما لن يخرجوه من مكة. صح حاصروهم، صح كانت عندهم حدود لا يتجاوزونها. لماذا؟ لأن أبا طالب كان سيد القوم، ومحمد ابن سيد القوم. وخديجة رضي الله عنها، قلنا يا إخوان أبوكش يقول على هذا النهار النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: والله لا أنساه أبدا. شتو هذاك أيام الشعب، الحصار والضيق والفقر. في هذاك الوقت كانوا ناس يعرفون خديجة. خديجة كانت تاجرة من كبار التجار من خارج مكة. سمعوا بأنها محاصرة مع زوجها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يبعثون لهم طعام خفية للشعب ببركة خديجة رضي الله عنها. خديجة التي آمنت به حين كفر به الناس، وأعطته حين حرمه الناس، وصدقت به حين كذبه الناس. ومن بعد مات. حتى كان إذا أتعب النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي متعبا نفسيا يروح لها، فكانت تخفف عنه وتواسيه. هنا يستنبط بعض أهل العلم، يقول لك والله من صفات الزوجة الصالحة، ودي للأسف الشديد هذه لا تتوفر عليها كل النساء. قد تكون صالحة المرأة، تقية نقية ما شاء الله، بصح من هذه الخصلة قليل النساء اللي عندها. ألا وهي المرأة التي تحس بزوجها عندما يكون في حالة نفسية متعبة، تفيق له، مش يحكي لها. كاين بعض الرجال كاتوم ما يحكيش، ومليح ما تحكيش، خاصة الزوجة. والله العظيم إلا إذا كان جد متفهمة. راجل هذه متاعب الحياة، بالك تحكي أمور أخرى. لكن من الأفضل والأكمل، وهذا يذكروه أهل اختصاص في علم النفس،
يقول لك من الأفضل أنه المشاكل تاع خارج البيت لا تدخلها إلى البيت. هذيك المشاكل ما تستاهلش هذا تعدد بها أقرب الناس إليك اللي هم أهلك وولادك. تدخل البيت خلي كلش بالله كأنك رجل آخر، إلا إذا كانت عندك زوجة ذكية، هذا ذكية سريعة البديهة، تفيق لك. وكي تفيق لك ما تقعدش تحوس، خاطر انت ما حبيش تحكي. تفيق لك بالك ما تعرفش واش بصح على بالك بلي عندك شيء راهو يتعبك نفسيا خارج البيت. هنا تواسيك هذا بالاشياء التي تعلم هي منك انك تحبها. ماشي انت في هذاك الهم كذا وتبدا تعطيني دراهم، خرجني اديني كذا، ما درت ليش كذا. انت تخيل عندك جيبه من الهموم تزيد لك، ومن بعد تلتمي يوقعوا مشاكل زوجيه. سبحان الله خديجه كانت لها شلون رجاها النبي عليه الصلاه والسلام اول يوم. كلا والله لا يخزيك الله ابدا. كاش انت انسان لا يخزيك، انت رجل هذا تقول له انت لا يخزيك الله ابدا، انك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انت انسان لا يتركك الله عز وجل. هذه المواقف حفرت في قلب النبي عليه الصلاه والسلام. هذه الزوجه المتفهمه هي التي تتفطن حالات الصعبه التي يمر بها الزوج، فلا تتعبه مره ثانيه بل تخفف عنه. لهذا كان من جزائها انه لما بشرها جبريل من ربها اقرئها من ربها السلام واخبرها ببيت في الجنه من قصب لا نصب فيه ولا صخب. قصب قالوا قصب لانه كان لها قصب السبق في الاسلام. نصب لا تعب فيه قالوا لانها لم تتعب رسول الله في حياتها. صخب الصراخ قالوا لم ترفع صوتها ابدا على صوت رسول الله عليه الصلاه والسلام. وشوف كثير من المشاكل المشكلات الزوجيه وقت انت خاصه لفظه الطلاق تقع كي يكون الزوج متعب نفسيا، مرهق نفسيا ومغضب، وهذاك الوقت هي ما تسكت، ما بالك تزيد له دير لي ديني وعدتني. قدر الله عز وجل مره جاني واحد صح قال لي انا وعدتها بلي نخرجها في اليوم الفلاني، وعدتها بلي نخرجها في اليوم الفلاني، اصلا انا عندها عهدي ما كاش مشكل. قال قدر الله عز وجل نخرجوا يعني بعد الظهر، قدر ربي صبح دار حادث مرور ماشي خاطئ لكن السياره نصها راح وهي ماشي سامعه وحكى لهاش. حط السياره ذاك الوقت يقول حطيت السياره عند طولي وجيت للدار قلت ندخل كذا باين، قال باين في وجهي بلي مهموم. قال انا دخلت بداتني غير دخلت ما كاش مشكل، ما حكى لها السلام عليكم، قال لي والله ما بينت، وبحكم انه ماشي فاهمه بزاف ما تفيقش زوجتها. المهم ما فاقش ما عليه. قال قلت نريح شويه ومن بعد نفهمها، لازم نقول لها خاطر وعدتها بلي نخرجها الان ما نقدرش. قالوا كيما كان الحال دخلت كذا قعدت شويه ومن بعد قلت لها يا مرا ما نقدرش نخرجوا اليوم. قال لي مازال ما قلت لهاش السبب، قال لي اقامت الدنيا ولم تقعدها. تكذب عليا حقار ونعرفك هكذا، وبدا قال لي نكران العاشر عمري ما شفت منك الخير وتمسخر بيا وكذا. قلت مطلقه. ومن بعد كي عرف السبب ما خلاتوش كمل اسمح لي كذا جاي يسقسيني قال لي انا طلقتها ومن بعد وبدات تبكي ونجي معك عند الشيخ نقول له شو علاش قلت لك انا نسيني علاش كيما راكي ما تكونش متفاهمه هي تجيب البلاد عمرها. علاش يا اخي علاش لو كان. المهم فهذا هو عام الحزن الذي ماتت فيه خديجه رضي الله عنها ومات فيه ابو طالب. وابو طالب كذلك يعني رجل كل مؤمن كان يتمنى لو ان ابا طالب اسلم. حتى جاءه الصحابه بعدما مات ابو طالب قالوا له يا رسول الله، من حديث ابي سعيد الخدري ابن عباس كلهم سالوا قالوا ما اغنيت عن عمك الذي كان يحوطك، وش درت له او مات الان؟ قال عمي الان في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، هو أخف أهل النار عذابا، يوضع في ضحضاح يغلي. ضحضاح يعني إناء فيه الماء يغلي،
يغلي دماغه من ذلك الماء. هو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا. ماش قال لهم؟ قال لهم ولولا أنا. شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، بصح هذا واش قدر يدير له؟ قال لهم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا واش قدرت ندير له؟ علاه؟ لأنه عمره ما قال ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، عمره ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخاصة يعني اللحظات الأخيرة كان النبي لم يترك دعوة عمه أبدا، طول حياته يدعى حتى في مرض الموت. كي كان على فراش الموت دخل عليه فوجد عند رأسه من؟ وجد أبا جهل وكبار القوم، فجعل يا عم قل لا إله إلا الله. هذا كلمة أحاج لك بها عند الله، تكون عندي حجة عند ربي. قل لا إله إلا الله يا عم. وأبو طالب يفهم ما معنى لا إله إلا الله، وهما عند رسول يقولوا له يا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني في آخر لحظاتك تبدل دين بابك، تبدلوا كاع دين أبيك كاع تبدلوه. ففي آخر اللحظة، فقالوا في آخر لحظة من حياتك تغير دين أبيك؟ وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. الكلمة الأخرى اللي قالها بل على ملة عبد المطلب ومات. هنا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا والله لأدعون لك ما لم أنهى عن ذلك، ما دام ربي ما نهانيش نبقى ندعي لك. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص ما تقدرش تستغفر له، ما تقدرش تقول ربي اغفر له، خلاص. ونزل قوله تعالى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد ولكن الله يهدي من يشاء. هذه اسمها في عم النبي عليه الصلاة والسلام ما تفهم كل شيء، أن الهداية بيد الله عز وجل. هذه كانت نهاية خديجة. هنا يوصل له النبي عليه الصلاة والسلام ضاقت عليه الأرض، عمه وزوجته، لكن عناية الله ستأتي. علاش؟ هنا إشارة باللي النبي صلى الله عليه وسلم ما حش يطول في مكة، خلاص. أرض اللي آذوه ضربوه مات أعز الناس إليه. الآن ربما بعد أيام سيأتي وقت خروج النبي من أرض ولد فيها وأحبها وعاش فيها. لكن هنا تفكر قول ورقة بن نوفل نهار قبل 10 سنوات أن قومك سيخرجوك من أرضك. قال أو مخرجيهم يخرجوني؟ قال له نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرجوه من أرضه. هنايا النبي عليه الصلاة والسلام وش يحتاج؟ مات خديجة رضي الله عنها، الآن لازم له سند، لا عم لا زوجة، سما الناس قرب له، صح عنده صحاب ولكن الناس قرب له. هنا جاءته صحابية جليلة، ما تكون فهم، هي خولة بنت حكيم رضي الله عنها لتعرض عنه. قالت يا رسول الله نحن نعلم حبك لخديجة، ولكن لا يمكن لك أن تبقى من غير زواج. ليش تقعد بلا زواج؟ هي المرأة الوحيدة التي لم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام. لا يمكن لك أن تبقى من غير زواج، فهل لك؟ قال أو تعرفين نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموش ولا وهذا بعد مدة من وفاة خديجة رضي الله عنها. فقالت له نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال من؟ قالت امرأتان تصلحان لك. قال بكر أم ثيب؟ قالت بكر وثيب، بكر وثيب. قال أما الثيب يعني التي سبق لها أن تزوجت هي سودة بنت زمعة، وأما البكر هي عائشة ابنة أخيك أبي بكر الصديق. فقال لها لك ذلك. فخرجت خولة بنت حكيم رضي الله عنها، فدخلت بدات ببيت أبي بكر الصديق، فقد تاقت بأمها بأم عائشة، هي أم رومان، هذه أم عائشة زوجة أبي بكر. فقالت خولة ماذا أدخل الله عليكم من الخير يا أم رومان؟
يعني يدخلك عليكم واحد الخير هذا البيت والبركة. قالت وما ذاك وشنو هو؟ قالت أرسلني رسول الله عليه الصلاة والسلام أخطب عليه عائشة. فقالت لها أم رومان انتظري أبا بكر حتى يأتي إلى البيت. ما كانش أبو بكر دوك يجي البيت. شوف المرأة لا الراجل هو اللي يزوج بنته، صح يما تحبها بصح الراجل هو اللي يزوج بنته. احنا اليوم المشاكل نعيشوها الله العظيم والله يا إخوانا أكثرها كي تكون المرأة هي تسير البيت. احنا ما ضد المرأة تسير البيت لا، لكن احنا ضد المرأة عندما تسير شؤون الرجال، هذا اللي أنا ضده. أما تسير البيت هي تسير البيت أفضل منا. بصح ماشي انت تقولي لي من نزوج بنتي وتفرضي عليا شكون وتاخذ القاروكه حنا يا اخو ما كاينش مشكل. هذاك ساهل او في الجيب حبيبنا. مشكله سبحان الله. هذا ينصح من القادم أهلا قالوا إياك أن تتزوج بامرأة أمها هي سيدة البيت. إذا عرفت المرأة تزوجها عباك بلي ما هي اللي تحكم في الدار حذر. غدوة يكون عندك مشكل ما عندكش مع من تهضر. ما عندكش ما كاش. كاين رجال بصح ما كاش تحضر مع مرأة ما تقدرش. نكمل بعد العادة إن شاء الله. واش المقدار؟ الشيخ وصى الشيخ وصى هاوي عتية ربي يحفظه. عايبة يا سيدي الله إن شاء الله. حبيبي آمين. أو لبس ولا شيء. إذن أيها الأفاضل فقالت لها أم رومان انتظري حتى يرجع أبوها أبو بكر. فجاء أبو بكر إلى البيت فقالت يا أبا بكر، هذه زوجته أم رومان، قالت ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قال وما ذاك من أين يعني؟ قالت أرسلني رسول الله عليه الصلاة والسلام أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. هذا كان يشوف أبو بكر. فرجعت خولة بنت حكيم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له وقالت إنه يقول إنها ابنة أخيك يا رسول الله. فقال ارجعي إلى أبي بكر فقولي له أنا أخوك يا أبا بكر وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. هذيك أخوة الإسلام ليست أخوة النسب. وابنتك تصلح لي. وخرج. قالت أم رومان
خلاص اختبرها. لكن كان هناك واحد الإشكال، أن قد ذكرت عائشة لأبي بكر من طرف ولد مطعم ابن عدي. هذا المطعم ابن عدي ابنه كان يريد أن يتزوج بعائشة، وكان قد وعده أبو بكر. كيفاش أن يخلف الوعد أبو بكر؟ لا، حتى ولو كان الذي خطب ابنته هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم، فقالت له أم رومان، ذكرته، فقالت إن مطعم ابن عدي قد ذكرها لابنه، والله ما وعد أبو بكر وعدا فأخلفهم، لا يخلف الوعد. شي كيما حنا هذاك الله يبدلك عادي، زعما يجي واحد مسكين نص قيس هكذا خدام شهر اجون سيكوريتي ولا، ما يجي واحد بدراهم ولا، الا ماشي كامل بصح عادي صح يسلمك يبدلك، يعطيك كلمه ما كاش واش كيدير من بعدها. ماشي روح قول انا راجل، لا والله العظيم الرجوله افعال. يبدلك شحال مساكن الشباب تاعنا، شحال واحد مسكين نورمال ما جاني واحد الله مره قلت له بصح انت وعلاش فقير على وعلاش فقير؟ ما قال لي شيخ، قال لي والله غير قال لي كذبت، قال لي كلش درنا كلش خلاص، ما قال لي ما عرفت السبب. قال له الطفله الله قالت له مانيش واجده شغل مقنان، ومن بعد هي ما كاش كاع منها، ماشي ما كاش كاع منها. ومن بعد قال لي تبين بانه جا واحد غني كدا يخطبها، بصح هادو ما الله الغالب ربي راه ما يبارك له، ما يبارك له. بصح انت راجل ماشي فيك عادي، بالك برك غدوه يجي يحوس عليك. شوف ابو بكر، شوف الرجال، مع ان الذي خطبها رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو احب خلق الله الى ابي بكر. ما كاش انسان في الدنيا يحب ابو بكر اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام، ربما كان يحبه اكثر من اهله وابنائه. ابو بكر كان يحب رسول الله اكثر من اهله وابنائه، بصح الرجوله رجوله والوعد وعد. المهم، وش دار ابو بكر؟ كان وعده. قال فدخل ابو بكر رضي الله عنه، راح حتى عند المطعم ابن عدي باش يتاكدوا ليدك خلاص مازالوا على هذا. وفي قلب ابو بكر يتمنى انه المطعم ابن عدي يلغي باينه، لكن الموقف وعدتك. فدخل ابو بكر رضي الله عنه على المطعم ابن عدي، وعنده امرأته كانت معه مرته أم الفاتح، هذاك اللي يقدم يخطب. فقالت أم الفاتح يعني زوجة المطعم ابن عدي، فقالت يا ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة هو أبو بكر، لعلك مسبئ صاحبنا ندخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. قالت له لكن سمعناك بأنك صبأت بدلت دينك، لأنه مطعم ابن عدي كان لا يزال مشركا. قالت لعل إن تزوج ابننا بابنتك سيصبأ، سيغير دينه كما غيرتم أنتم دينكم واتبعتم محمد. هكذا قالت له. وأبو بكر يسناها اللحظة، كان يسنى تعاديك ما تحلفش، كان يسناها أبو بكر. وهو قال غاتو كيفاش الراجل واقف وانت تهضري، اش قلت لك الدار اللي تكون فيها المرأة تكون عيب من العيب انه الزوج وزوجه واقفين، خاصة في الامور الحساسة الزواج كذا، وتسيب المرأة غير هي تهضر والاب مسكين ساكت. ما رضا قعد هكذا كمل ابي وما تزوج ما ديهاش، حتى تحصل حصلة اللي من الله ما عندها الطرف. اول مشكلة غدا ما عندكش عن تهضر، عندكش. المهم، فقالت تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك، يعني إن تزوج ابنتك. فقال أبو بكر للمطعم ابن عدي أقول هذه تقول، يعني تخلي هذه تقول هكذا وانتهى المطعم. قال إنها تقول ذلك، أي تقول قولي إنها تقول ذلك. فقام أبو بكر فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من وعده للمطعم ابن عدي. غير قالوا ذاك الموضوع خرج أبو بكر وتنحى له هذاك الضيق اللي كان عنده، خاطش علاش كان عاطي وعد، تنحى الوعد. بعد قالوا له هذا الكلام سمى أبو بكر صابها سبة، وحق له ذلك. فخرج من عنده وبعث إلى صاحبه وقال يا رسول الله ما دخل علينا من الخير والبركة
زواجك من عائشة، وأخبره أنه كان قد سماها لولد للمطعم ابن عدي، وحدث الذي حدث، وقد أذهب الله عز وجل ما كان في صدره. وهكذا. وجاءت في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل في المنام وأراه صورة عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرفها، وقالوا في المنام هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. نهار شافها النبي عليه الصلاة والسلام مرة عند أبي بكر شفى، فقالوا هذه جاء بها جبريل عليه السلام وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ثم قامت خولة، خاطش علاش ما حش يتزوجها بها النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قامت خولة بنت حكيم إلى سودة بنت زمعة، ودخلت على ابن زمعة أبوها، وقالت له إن محمدا يطلب يد ابنتك سودة. فقال إنه رجل صدوق كريم مثله لا يرد، ولكن اسألي سودة. رجل صدوق كريم مثله لا يرد، ولكن اسألي سودة. فأخبرته خولة، أنه كانت صحبتها، أخبرته أن سودة راضية، فسألها أبو أترضين بمحمد رجل صدوق كريم؟ قالت نعم يا أبتاه. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسودة. أما عائشة ليس بعد، عائشة يتزوج بها ويدخل بها بعد 3 سنوات من الآن، بعدما يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هنا أعاد النبي عليه الصلاة والسلام تكوين أسرة بأن تكون له زوجة معه أبناء خديجة رضي الله عنها ورحمها الله، أبناؤها أم كلثوم، رقية، زينب، فاطمة، كلهم منها كانوا معه في البيت. وأدخل عليهم سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هنا أيها الأفاضل تبدأ مرحلة جديدة بعد مرحلة صعبة مرت على النبي عليه الصلاة والسلام بوفاة عمه وزوجته. ونحن أمة إذا ضاقت علينا الأرض اتسعت لنا السماء. هنا الله عز وجل يريد أن يؤنس قلب نبيه وحبيبه وخليله، ويبين له عظمة ما وفقه الله إليه. ستحدث إن شاء الله تعالى حادثة الإسراء والمعراج. هذا إن شاء الله تعالى نراه في درسنا القابل إن يسر الله عز وجل اللقاء والبقاء. نكتفي بهذا القدر إخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم.